العجينة شكلها بسيط بس مو أي أحد يعرف يتعامل معها صح. في خطوة صغيرة كتير ناس يستهينون فيها، لكنها تغير العجينة من شيء عادي لشيء يدوب، وهي إنك تغطينها. الغطا هذا اللي تحسنينه مو مهم، هو أساس الشغل كله. أول ما تعجنين، العجينة تكون حساسة مرة وتبغى وقت ترتاح فيه وتشرب السوائل، ولو تركتيها مكشوفة على طول تنشف من فوق وتسوي طبقة قاسية تخرب نعومتها. قشرة بسيطة بس تأثر على كل القوام. لما تغطينها تظل رطبة ومرتاحة وتتنفس بدون ما تخسر مويتها. والأهم، الحرارة تبقى ثابتة حولها، ما ترتفع ولا تنزل فجأة، وبكذا الخميرة تشتغل بهدوء وتنفخ العجينة بالطريقة الصح. كثير يسألون ليه العجينة ما ترتفع؟ والجواب أغلب الوقت بسيط، لأنك نسيت الغطا. الخميرة تحب الدفى، والغطا يعطيها الجو اللي تحتاجه عشان ترتفع وتلين. وبرضه الغطا يحمي العجينة من الهواء، من الروايح، وحتى من أنها تلصق على الطاولة. خطوة صغيرة لكنها تفرق كثير في النعومة والطراوة والارتفاع. وعشان كذا كل خباز قديم يقولك غطي العجينة وخليها ترتاح، وبتشوفين كيف تطلع أحسن من توقعاتك. وإذا تبغى خمير، راسلنا خاص.